مساء الخير يا احلى متابعين في الدنيا، رجعنا لكم بحلقه جديده من مسلسل خريف القلب. بس ما تنسوش تدعمونا باللايك الجميل للفيديو ده، وكمان الاشتراك في القناه عشان يوصلكوا شعر بالحلقه الجديده اللي هنزلها دلوقتي. فرح بتنزل عشان تفطر وبتلاقي راجح قاعد وبيكون فرحان جدا ومبسوط ومزاجه رايق كمان، وبتقوله بما ان مزاجك رايق انا عايزه اتكلم معاك في موضوع مهم جدا. فبيقول لها اتكلمي انا قاعد بسمعك اهو. في اللحظه دي بتيجي امل، واول ما بتشوفها فرح بتقول لراجل خلاص بلاش نتكلم دلوقتي ونتكلم في وقت تاني. امل بتيجي بتفطر وبتقول لها فرح هو انت رحتي وديتي الطلبات اللي طلبتها منك لاختك شو؟ فبتقول ايوه انا رحت هناك، حتى ناهد ما كانتش موجوده. فبيسالها راجل هو انت رحت هناك؟ فراحت قالت له ايوه، حتى انتظرت عشان اقابل بابا راشد بس ما لقيتوش، حتى ناهد ما كانتش موجوده في البيت، والواضح الاتنين كانوا في مشوار مع بعضهم سوا. في اللحظه دي طبعا فرح بتتضايق جدا وبتتعصب كمان، وبتقوم من على الاكل ومرضاش تكمل. بيسالها راجح انت رايحه فين؟ فبتقول ان انا هروح اقابل اصدقائي. راجح بيتعصب جدا من تصرفات امل، وبيقول لها استريحتي دلوقتي لما بوظت القعده؟ استريحتي بسبب الكلام اللي انت قلتيه؟ هو انت ما عندكيش عقل وانت بتقولي الكلام؟ يعني لازم تفكري قبل ما تقولي اي حاجه. وبيسيب الاكل راجح وبيقوم وهو متعصب جدا. وطبعا امل بتاكل ومش فارق معاها اي حاجه. راشد بيكون قاعد هو وناهد بياكلوا بره، وبيقول لها ان انا مبسوط جدا ومش قادر اوصف فرحتي لاي حد، وهي بتقول له ان دي احسن لحظات في حياتها. وهو بيقول لها انا كمان مبسوط جدا، انا حاسس ان انا اول مره اعيش الاحساس ده، وحاسس ان انا اول مره اعشق بجد. بعد كده بيطلب لها اكل خاص وبيقول لها عايزاكي تدوقي الطبق ده. فبتقول ان الاكل جميل جدا واول مره ادوق الاكل ده. فراح قال لها ان انا مبسوط قوي ان انا بشوفك دلوقتي قدامي. راحت قالت له على فكره اللحظات دي انا اول مره اعيشها، ومبسوطه جدا ان انت معايا دلوقتي وقصادي كمان، وانا مبسوطه اكتر ان انت بتحبني ومهتم بكل تفاصيلي، واللحظات الجميله دي انا اول مره اعيشها. بعد كده بياخدها وبيقول لها يلا نتسوى. في اللحظه دي بتقول له انا مش عايزه انسى اللحظات الجميله دي، مش لازم ان احنا نتسوى، كفايه اللحظات الجميله اللي قضيناها مع بعضينا. وفي اللحظه دي بتشوفهم فرح وبتتصدم جدا. بعدها بياخدها وبيدخل مول عشان يشتري لها لبس، وبيقول لها ان انا لازم اشوف ذوقك في اللبس عامل ازاي. فبتختار حاجه طبعا، وفرح بتكون بتراقبه. فراشد طبعا بيعجبه ذوق نهله، وبيقول لها ان انا مش بحبك من فراغ وان انا بحبك جدا. في اللحظه اللي بتسمع فيها فرح الكلام ده بتوجع اللبس من ايديها، وطبعا بيشوفها راشد ونهله. في اللحظه دي بتقول له نهله يا راشد يلا بينا نمشي، كفايه اللحظات السعيده اللي انا قضيتها معاك. لكن راشد بيصمم وبيختار لها لبس كمان، وبيقول لها روحي شوفي اللبس ده. فراحت قالت له مش عيب عليك ان انت تجيبها وتيجي هنا؟ على فكره ده مش ذوقك ولا ستايلك كمان، انت خسرتني وخسرت حاجات كتير. راح قال لها كفايه بس ان انا اول مره احس بمعنى الحب ومعنى الراحه بمعنى اصح، وواحده زيها مش بتكون طماعه ولا فارق معاها المصاري. بعد كده بتطلع نهله وبتقول له ان مفيش اي حاجه عجبتني وان احنا ممكن نيجي نتسوق في يوم تاني، لكن انا يكفيني اللحظات الجميله اللي انا عشتها معاك النهارده يا راشد، ودي اكتر حاجه ممكن تفرحني. فراح قال لها انت متاكده؟ فراحت قالت له خلاص ماشي. والاتنين بيمشوا طبعا، وفرح بتكون متغاظه جدا ومتضايقه. العامله او اللي شغاله في المحل بتقول لها عجبتك حاجه؟ لكن فرح بتتعصب جدا وبتقول ان مفيش اي حاجه هنا حلوه، وان المكان ده بقى بيع جدا لان اشكال معفنه بتدخل فيها بمعنى اصح. بعد كده بتكون نهله قاعده بتفطر، وفي اللحظه دي بيجي راشد وبيقول لها يعني انت صحيتي بدري؟ انا ما حسيتش عليكي، هو انت صحيتي الصبح بدري ولا ايه؟ فرحت قالت له انا مش هكذب عليك، انا ما نمتش الليل كله، كنت قلقانه جدا وما رضيتش ان انا افيقك، عشان كده جيت وقعدت هنا. فراح قال لها هو انت زعلانه بسبب اللي حصل امبارح؟ راحت قالت له انا اكيد زعلانه بسبب اللي حصل، بس مبسوطه اكتر بسبب اللحظات الجميله اللي احنا عشناها مع بعضينا. في اللحظه دي بيقول لها ان انا مبسوط جدا ان انت معايا ومش عايزه اي حاجه تضايقك. وبتيجي شو وبتشوف راشد وهو عمال يتغزل في نهله وتبقى فرحانه جدا ومبسوطه، وهو بيقول لها انا مبسوط جدا ان انا بصطبح على الوش الحلو ده. بتيجي طبعا شو وبتقول ان انا النهارده هروح عشان هقابل اخويا مشاري، وكمان انا بعدها هروح المدرسه. فراشد بيقول لها خلاص تعالى اوصلك في الطريق وكمان اشوف مشاري. في اللحظه دي بيقول لنهله كمان تعالى اوصلك في طريق للمحل، لكن نهله
نهلة بترفض وبتقول ان انا مش هروح المحل النهارده غير بعد الظهر عشان ورايا مشوار مهم او هعمل شويه شغل في البيت بمعنى اصح. روحي انت وانا هروح لوحدي. في اللحظه دي راشد بيقول لها خلاص انا مش هروح اي مكان وهفضل قاعد مع نكي في البيت. لكن طبعا نهلة بترفض. في اللحظه دي شو بتبعت مسج لاخوها وبتعرفه ان نهلة مش رايحه المحل غير بعد الظهر. بعدها بيسيبهم راشد وبيقول لهم ان انا رايح الاجتماع وشوفوا انتوا هتعملوا ايه. وطبعا جو بتقول ان انا رايحه اقابل اخويا مشاري وبعد كده اروح المدرسه. مشاري بياخد حبيبته نسايبه وبيروح المحل بتاع نهله. وفي اللحظه اللي بيوصلوا هناك بيقول لها مشاري ان ده محل امي نهله وتبقى فرحانه جدا ومبسوطه ان هي بتتعرف على عيله مشاري. في اللحظه دي بتيجي شو وترحب من نسايبه وطبعا تبقى مبسوطه جدا بيها. بعدها بتيجي ناهد وبتسلم عليهم كلهم وبتقول لها شو ان انا جايه عشان اقابل امي وكلنا عايزين نقابلها النهارده. طبعا نسايبه بتتعرف على العيله واحده واحده. وفي اللحظه دي ناهد بتقول لهم ان انا هجيب لكم كيك حلو جدا احنا عاملينه النهارده. في اللحظه دي بتظهر جواهر واول ما بتشوف شو بتحضنها وتفضل تبوس فيها كمان وتفضل تشكيلها على حالها وتقول لها ان انا معيش ولا ريال ومعيش مصاريف كمان. مشاري اول ما بيشوف الموقف ده بيتعصب جدا وطبعا بتقعد نسايبه تبص على جواهر وعايزه تعرف هي مين دي وخصوصا ان مشاري بيقول لها يا عمتي وبيقول لمشاري ان انا عايزه اتعرف عليها. فمشاري بيقول لها بعدين. في اللحظه دي بيقول لها يلا بينا يا نسايبه خلينا نمشي. طبعا جواهر بتحاول تتعرف عليهم بس مشاري بيرفض وبعدها شو بتاخد بعضها وبتمشي. في اللحظه دي اول ما بتشوفها ناهي بتقول لها هو انت جيتي عشان كده العيال مشوا من هنا؟ هو انت ايه اللي جابك هنا؟ انت عارفه لو نهله وشافتك هنا هتحصل مشكله كبيره. راحت جواهر بكل ارتياح بتقول لها ان انا جايه عشان اقابل نهله ومش همشي من هنا من غير ما اقابلها. بعدها فرح بتقعد مع راجع وبتقول له ان انا خلاص يا عم قررت ان انا هشتغل في الشركه مع راشد وان انا هشتغل في مجلس الاداره كمان وهمسك العلاقات العامه. فرح قال لها ان ده قرار حلو وبتقول له ان كمان سفر هيشتغل معايا في الموضوع ده. فرح قال لها بلاش سفر. انت عارفه ان سفر بيعمل مشاكل كتيرة جدا وان هو شخص لعوب جدا وان هو ممكن يعمل اي حاجة تضر بالشركة. لكن فرح بتطمنه وبتقوله ما تخافش من الموضوع ده انا هسيطر على كل حاجة وعارفة المداخل بتاع سفر كويس ومفيش اي حاجة ممكن تحصل للشركة. بعدها بتسيب وبتمشي فرح. راجح بيكون متضايق جدا وفي اللحظة دي بيتصل على راشد وبيكون راشد في اجتماع وطبعا مش عايز يرد وبيلاقيه عمال يتصل وبيقول له ايوه. فبيقول له هو صحيح فرح هتشتغل معاك في الشركة هي واللي اسمها سفر ده؟ فرح قال له ايوه هي فعلا هتشتغل هي وسفر بس طبعا انا بحاول اتعامل مع الموقف بكل سهولة بحيث ان احنا منعملش اي مشاكل. فرح قال له بس انت عارف ان سفر بيعمل مشاكل كتيرة جدا وممكن يضر بالشركة. قال له طب انت عايزني اعمل ايه؟ وبتكون جواهر قاعدة تاكل وبتيجي ناهد وهي متعصبة جدا وبتقول لها كفاية اكل بقى. انت عارفة لو نهلة جت وشافتك وانت قاعدة هنا هتحصل مشكلة كبيرة جدا. راحت قالت لها جواهر انا جايه اصلا عشان خاطر الاعلان اللي انتم منزلينه ان انت عايزين واحده تشتغل. راحت قالت لها وانت تعرفي تشتغلي اي حاجه؟ بتعرفي تعملي فطاير ولا معجنات؟ راحت قالت لها انا بعمل معجنات احسن من بتاعتكم كمان. بس ناهد بتقول لها ان نهله هترفض ان انت تشتغلي معاها حتى لو اخر واحده موجوده ان هي تشتغل. بعد كده بتتصل شو على اخوها مشاري وبتساله عن نسايبه وبتقول هي اخبارها ايه. فبيقول لها ان احنا الاتنين بنتمشى دلوقتي ونتفسح كمان. فراحت قالت له خلاص ماشي ابقى سلمنا عليها وخد بالك منها كمان على فكره انا حبيتها جدا والبنت جميله جدا خالص. فيبقى فرحان جدا. بعدها مشيري بيبقى ماشي هو ونسايبه وبتقول له نسايبه ان انا مبسوطه جدا ان انا اتعرفت على اختك شو ومجرد ما شفتها دخلت القلب على طول على فكره انا حبيتها جدا. يبقى فرحان جدا مشاري. بعدها نسايبه بتساله على الست اللي شافتها في الكافيه اللي هي بيقول لها يا عمتي هي تقرب له ايه. فبيقول لها بلاش نتكلم في الموضوع ده وكل حاجه هتعرفها في الوقت المناسب. وبيقول لها تعالي نقعد في الكافيه اللي هناك. في اللحظه دي بتيجي نهله واول ما بتشوفها ناهل بتقول لها انت اخرت كده ليه؟ راحت قالت لها ان انا عملت كيك جديد وعايزاكي تجربيه عشان ننزله في المحل. راحت قالت لها ان في مشكله كبيره هنا ولازم تحليها. واول ما نهله بتشوف جواهر بتتعصب جدا وبتقول لها ان هي جايه عشان تستلم الشغل الجديد وانا طبعا اعترضت على الموضوع ده وعايزاكي تيجي وتمشيها. نهله اول ما بتشوف جواهر بتطلع عليها وبتفضل
وبتتخانق فيها كمان. وراحت قالت لها انت ايه اللي جابك هنا؟ راحت قالت لها ان انا محتاجه شغل، عشان كده جيت عشان اشتغل بسبب الاعلان اللي انتوا نزلتوه على الصحف. لكن نهله بترفض وبتقول لها مستحيل اشغلك هنا. راحت قالت لها طب ليه بتعملي معايا كده؟ هو انا اذيتك في ايه يعني؟ هو انا ما عملتش اي حاجه لكل ده، وانا محتاجه مصاري عشان كده قررت اجي اشتغل معاكم. في اللحظه دي نهله بترفض وبتقولها انت لازم تحاسبي على الاكل اللي انت اكلتيه وتفضلي من غير ما ترد. بعدها طبعا نهله بتكون قاعده زعلانه جدا بسبب الجواب، وبتيجي ناهد وبتقول لها ان انا حاولت امشيها لكن هي كانت رافضه. بعدها ناهد بتقول لنهله ان شوق كانت موجوده هنا هي ومشاري ومعاها صديقه مشاري كمان، وكانوا بيقولوا ان هم قاعدين منتظرين. نهله بتصدم جدا وبتقول ان شوق عارفه ان انا مش هاجي المحل هنا غير بعد الظهر. غريبه يعني هي ما جابتليش سيره عن الموضوع ده. فراحت ناهد قالت لها انا عايزه اسال عن الموعد اللي انت طلعتيه انت وراشد امبارح اخباره ايه؟ فراحت قالت لها النهله ان الموعد كان حلو جدا، اول مره اعيش الاحساس ده. ده يوم انا عمري ما هنساه وكان جميل جدا وكان بيتعامل معايا بكل حب وحنيه. فناهد بتبقى مبسوطه جدا عشان خاطر نهله، لكن نهله بعدها بتقول لها ان الخروجه باظت في الاخر. وقت ما كنا بنتسوق شفنا فرح، وطبعا كان الجو كان وحش جدا واضطرينا ان احنا نخلص الخروجه ونرجع البيت على طول. بعدها بتقول لها يلا بينا عشان نشوف الشغل اللي ورانا. راشد بيكون في اجتماع ولسه الاجتماع هيبلش بس بيوافق ان يأخروه شويه عشان خاطر فرح تيجي. في اللحظه دي فرح بتدخل ومعاها سفر كمان، وبيتكلم راشد عن الفنادق والسكيورتي اللي بيكون موجود فيها، وبيقول اهم حاجه السكيورتي او شركات الامن لازم ان احنا نهتم بيها. وفي اللحظه اللي هيتكلم فيها بيتدخل سفر وبيقول ان انا عندي شركه ممكن تساعدنا في الموضوع ده. راحت طبعا فرح بتبص له وبتقول له ان انت تسكت خالص. بس بعدها راشد بيتكلم مع صاحبه ماجد وبيقول له انا عايزاك تقول لنا على الاوبشن او العروض اللي جاينا من شركات الامن. بعدها المحامي بتاع المستشفى بيروح لإتلاف وبيقول لها ان انت الشرط اللي حطاه او المبلغ اللي انت حطاه تعويض ده كبير جدا، حتى الواحد ما ينفعش ان هو يتناقش فيه. في اللحظه دي اتلاف بتقول له ان انت بعد ما جيت لي النهارده انا متاكده ان انا هكسب القضيه دي. انتوا عارفين بسبب المستشفى بتاعتكم دي حصلت مشاكل كتيره في العيلتين والضرر النفسي كمان والمعنوي، عشان كده انتوا لازم تدفعوا الفلوس بدون اي كلام يا اما هرفع عليكم القضيه. في اللحظه دي المحامي بيتعصب وبيقول لها خلاص انت ما عندكيش فرصه ان انت تتناقشي معانا، مفيش مشكله، ولو على القضيه تقدري ان انت تبداي فيها دلوقتي وترفعيها كمان. وبعدها بيسيبها وبيمشي. في اللحظه دي طبعا اتلاف بتبقى عماله تضحك وعارفه ان هي هتكسب القضيه دي بسبب التوتر اللي موجود في المستشفى. بعدها يكون حمود قاعد مع صاحبه وبتيجي اتلاف وبتقول له يلا استعد عشان ترفع القضيه على المستشفى. راح قال لها طب فين المصاري؟ راحت قالت له انت لسه هتبدا في موضوع الفلوس؟ انا معيش فلوس عشان اديها لك، عموما انا ممكن ادبر لك سلفه كده تمشي بيها حالك لحد ما نكسب القضيه. فراح قال لها خلاص ماشي. راحت قالت له بس اهم حاجه ان انت متغلطش اي حاجه والفلوس دي تصرفها على القد لحد ما نكسب القضيه. وخليك عارف لو عملت اي حاجه غلط وخسرنا القضيه دي مضطر ان انت تدفع لي التعويض اللي مكتوب في الورقه اللي انت مضيت عليها. فبيقول لها تعويض ايه؟ راحت قالت له ان غلطتك ان انت بتمضي على اي ورق من غير ما تقراه، وبعد كده بتسيبه وبتمشي. لكن حمود مش بيركز على التعويض ده خالص، وبيقول ان احنا معانا فلوس دلوقتي ويلا بينا ناكل شاورما اللي احنا نفسنا فيها بدل العنب اللي وجع بطن ده، وبياخد صاحبه عشان يروح وياكل. بعد كده راشد بيكون قاعد مع صاحبه ماجد وبيقوله ان انا عايزاك تحط لي كاميرات في كل حته، اي مكان بيكون سفر ماشي فيه لازم ان انت تحط كاميرات، انا لازم اعرف كل تحركاته. فماجد بيقوله هو انت عايز تعمل كده فعلا؟ فراشد بيقوله ايوه انا عارف ان الموضوع مبالغ فيه لكن انا ما اقدرش ان انا اشوف الشخص ده موجود في الشركه من غير ما اعرف تحركاته، ممكن ان هو يضرنا كمان. شو بتروح الفيلا عند طبعا امها، وفي اللحظه دي بتشوفها امينه وبترحب بيها كمان. راحت قالت لها شو ان انا جايه النهارده عشان اشوف امي فرح ونفسي في الكيك اللي انت بتعمليها. راحت قالت لها امينه بس نهله بتعمل لك كيك حلو جدا. فشو بتقول لها صحيح ماما نهله بتعمل كيك حلو لكن الكيك بتاعك وحشني جدا ونفسي ان انا ادوقه. فامينه بتقرر تعمل لها الكيك. بعد كده بتوصل البيت وبتتصل على ابوها راشد وبتقول له يا بابا انا في البيت دلوقتي عند ماما فرح، قررت ان انا اجي اشوفها بس طبعا انا حبيت اعرفك عشان تكون عارف كل حاجه، بس اتمنى ان انت ما تقولش حاجه لماما نهله احسن تزعل. فبيقول لها خلاص يا حبيبتي ما تخافيش وانا مبسوط جدا ان انت خدت الخطوه دي. فبتقول له خلاص ماشي انا جدي راجح موجود هنا وانا هروح واشوفه. وفعلا بتروح عند راجح وبتسلم عليه وبيقول لها انها
أنا مبسوط جدًا إن أنتِ جيتِ عشان تزورينا النهارده، هو أنتِ ليه مش بتيجي؟ راحت قالت له أنا جاية النهارده عشان أشوف أمي فرح، إن هي وحشاني جدًا ومش بتسأل عليَّ، فحبيت إن أنا آجي وأشوفها وقُلت لبابا راشد كمان، فراح قال لها طب ليه ما تجيش وتعيشي معانا هنا، بدال أنتِ عايشة مع الست التانية دي أكيد بتعاملِك بطريقة وحشة جدًا. في اللحظة دي بتقول له إن ماما نهلة على فكرة كويسة جدًا وطيبة كمان وما شُفتش منها أي حاجة وحشة، فراح قال لها خلاص ماشي يا حبيبتي أنا مش هاقول أي كلمة وحشة عليها تاني. في اللحظة دي بتقول إن أنا جاية عشان أشوف ماما فرح، هي فين دلوقتي؟ فراح قال لها إن هي نزلت الشغل مع باباكِ كمان في الشركة. بعدها جواهر بتحكي لمنى إن هي اترفضت من الشغل، وبتقول دلوقتي إحنا هنصرف منين؟ وكمان أخويا مش راضي يبعت لي أي فلوس بسببِك أنتِ. راحت قالت لها طب الحل إيه دلوقتي؟ فراحت جواهر قالت لها إيه رأيِك لو تروحي أنتِ تقدمي على الشغل ده؟ فراحت قالت لها بس أنا مش باعرف أطبخ ولا أعمل أي معجنات، المدة اللي أنا قعدت فيها في السجن طبعًا أنا مش فاكرة فيها أي حاجة. لكن جواهر بتقول لها روحي بس بلاش تقولي إن أنتِ كنتِ في السجن، وبلاش تقولي إن أنتِ تعرفيني يمكن يرضوا يشغلوكِ حتى لو هتغسلي صحون. فرح قاعدة مع سفر وبتلوم على التصرف اللي هو عمله في الاجتماع، وبتقول المفروض كل خطوة نخطيها إحنا الاتنين نكون موافقين عليها ودارسينها مع بعض كويس، ما ينفعش إن أنت تتكلم بدون إذن في الاجتماع. فسفر قال لها على فكرة أنا عارفة إن أنتِ شغلتيني في الشركة دي لإنِك ما تعرفيش أي حاجة في أمور الإدارة، وعايزاني إن أنا أساعدِك في الموضوع ده. وبييجي لها اتصال من بنتها وبتقول لها إن أنا في البيت وعايزة أقابلِك دلوقتي. طبعًا فرح بتتخض شوية وبتقول لها هو في حاجة يا حبيبتي، إيه اللي خلّاكِ تيجي عند البيت؟ راحت قالت لها إن أنتِ وحشاني جدًا عشان كده جيت أشوفه. فبتقول لها إن مسافة السكة وهاجي دلوقتي. من الناحية التانية بيكون سفر بيتصل على تليفون وبيقول لها إن النهارده إحنا خسرنا المناقصة بتاع الsecurity بسبب اللي اسمها فرح دي، رفضت تخلّيني إن أنا أتكلم، والواضح إن هي هتضايقني في الفترة الجاية بخصوص الشغل. لكن إتلاف بتقول له حاول إن أنت تفكر بشكل كويس وبلاش تضيّع الفرصة دي، وحاول إن أنت تكون هادي ورزين وبلاش تعمل أي أمور متهورة. راح قال لها هو أنتِ فاكراني عيل صغير وبيقفل السكة في وشها. بعد كده منى بتروح وبتقابل ناهد وبتقول لها إن أنا جاية عشان موضوع الشغلانة الجديدة. طبعًا ناهد بتبقى فرحانة جدًا وبتنادي على صاحبتها نهلة وبتقول لها إن دي جاية عشان تشتغل الشغلانة اللي إحنا أعلنا عنها. وطبعًا منى بتقول لها إن أنا عايزة أي شغل وخصوصًا إن أنا مضطرية إن أنا أشتغل. فراحت نهلة بتسألها طب أنتِ تعرفي تعملي معجنات فطاير؟ لكن منى بتفاجئها وبتقول لها إن أنا مش باعرف أعمل أي حاجة، كنت باعرف زمان لكن دلوقتي أنا نسيت. لكن نهلة بتقول لها إن إحنا محتاجين واحدة تساعدنا في أمور المطبخ. فمنى بتقول لها أنا ممكن أكنس لِك، أمسح لِك، أغسل لِك صحون. لكن نهلة بترفض وبتقول لها صعب إن أنا أديكِ الشغلانة دي. راحت قالت لها اديني فرصة واحدة بس يمكن أتعلم وأعرف أعمل لِك المعجنات اللي أنتِ عايزاها. فراحت نهلة بتوافق وبتقول لها إن إحنا كلنا كنا محتاجين فرصة وهنديكِ الفرصة دي أنتِ كمان. منى بترجع أول ما بتشوفها جواهر بتسألها أنتِ عملتِ إيه؟ راحت قالت لها ده أنتِ طلعتِ بتقولي كلام بشع عليهم، ده طلعت ناس طيبة جدًا ومسكينة كمان، ووافقوا إن هم يدوني الشغل مع الرغم إن هم عارفين إن أنا ما عنديش أي خبرة في المخبوزات. في اللحظة دي جواهر بتبقى فرحانة جدًا وبتقول لها إن أنا سبب الشغلانة دي ولازم كل يوم تيجي ومعاكِ فلوس وأكل كمان، لازم إن أنتِ اللي تصرفي على البيت. بعد كده قاعدة مع جدها الراجح. في اللحظة دي بتيجي أمل وأول ما بتشوف طبعًا بتتعصب جدًا وبتقول هي دي بتعمل إيه هنا؟ إيه اللي جابها أصلًا؟ في اللحظة دي بيتعصب عليها راجح وبيقول لها إن ليها في البيت ده زي ما أنتِ ليكِ بالضبط، وتيجي وقت ما تحب وإن كانش عاجبِك اتفضلي اطلعي برّه. وبتخلص الحلقة كده واستنوا الحلقة الجديدة اللي فيها مفاجآت كتير. مع السلامة.